اهلا بيكم، ازيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. واخيرا رجعنا مرة تانية للفيديوهات بتاعتنا ولفيديوهات الكروشيه. انا عارفة ان انتوا اكيد مفتقدين فيديوهات الكروشيه جدا، وانا كمان مفتقداها، بس يا ريت تتابعوني على انستجرام لان انا بنزل كل الحاجات اللي انا بعملها اول باول على انستجرام. فخليني اقول ما انا قلت لكم كده، يا ريت تقولوا لي برضو اذا كان التصوير بالشكل دوت احسن من الفيديوهات اللي قبل كده ولا لا. انا جبت ستاند جديد وجبت كمان رينج لايت، فحابه ان انتوا تقولوا لي اذا كان جوده الفيديو والصوت احسن ولا لا. تمام. فيلا بينا على طول كده نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل مع بعض ورده. هوريكم كده شكلها هتبقى عامل ازاي. بصوا بالشكل دوت كده. تمام. ماشي. لو في حد بيتابعنا هنا يقدر يفيدنا في حتة ان انا مثلا اما جيت الزق الفرع بتاع الوردة لزقته بلزق. فبصوا انتوا لو ملاحظين كده اللزق اللي هو ايه باين من هنا يعني. ماشي، اللي هو لزق الشمع يعني، فهو باين من هنا وباين برضو في الحتت ديت. فيعني من غير الشمع بجد شكل الوردة جميل جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا انا زينتها كده بالخرز اللي هو من هنا، وحطيت الجزء اللي هو من تحت ده عشان ما يبانش، برضو كان فيه هنا شمع كتير قوي باين، فحطيت الجزء دوت كده. لكن زي ما قلت لكم بصوا الحاجات، حتى الجزء الابيض اللي هنا برضو ده شمع. فلو انتوا عندكم طريقة تانية للتلزيق غير الشمع اتمنى ان انتوا تقولوها لي تحت في الكومنتس، لان انا كمان هستفاد منها يعني. تمام. انا هقسم الفيديو دوت على جزئين. الجزء الاولاني هنشتغل فيه الوردة من فوق من هنا، ماشي، والجزء التاني هنشتغل فيه الجزء اللي هو اللي تحت ده عشان ما يطولش معانا. فخلينا على طول نبدأ بالادوات اللي احنا محتاجينها. طبعا هتختاري اي لون خيط معاكي، سواء احمر اصفر، كل الالوان بقى بتاعت الوردات اللي انت بتحبيها. انا اللي كان متاح معايا هو الخيط الاصفر دوت، والخيط الاصفر ده هو خيط المنجد، وزي ما انتوا عارفين اللي هو بيجي كده زي شلل، وانتي بتبدأي تفكيها وبتبدأي تلفيها على هيئة بكر. انا مش هستخدم الخيط كده فردي، انا هستخدمه ايه مجوز. ماشي. ف يعني هجوز الخيط كده، وبعد كده يعني نكمل بقية الادوات الاول، بعد كده هجوز انا الخيط دوت مع نفسي. ماشي. طبعا هستخدم ابرة المرة دي، انا هستخدم من الابر اللي هي مش عارفة دي اسمها ألمونيا ولا ايه. المهم يعني هي مقاسها مقاس اللي هو 6 كده زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. ماشي. وهستخدم مقص. تمام. وهحتاج كمان اي ابرة بقى عندك، سواء كانت الابرة اللي هي الرفيعة دي ما عندناش اي مشكلة منها. بصي الابرة اللي انا هستخدم الابر اللي هي الرفيعة دي خالص. لو انتي عندك ابرة اضخم من كده شوية هتبقى احسن والله، لانها بجد انا عانيت قوي مع الخيط دوت. الابرة يعني ايه يعني الخيط بيدخل في الابرة بصعوبة قوي، فلو انتي عندك ابرة اضخم من دي شوية تمام يعني. ماشي. بس عشان ما تضيعش الابرة يعني، فانا بحطها في الخيط ده عشان ايه ما تضيعش يعني. خلاص يبقى كده دي الادوات. احنا مش هنحتاج الخيط ده بس عشان ما تضيعش الابرة يعني وكده. فدي الادوات اللي طيب انا جوزت الخيط اهو زي ما انتوا شايفين، وهنعمل دلوقتي اللي هي الدايرة اللي هي السحرية. ماشي. زي ما انتوا شايفين بصوا الدايرة السحرية سهلة جدا جدا. اول حاجة بتلفي الخيط بالشكل دوت على ايديكي. ماشي اهوت لفيناه كده، لفيناه بالشكل ده. بعد كده الطرف اللي هو الطويل دوت الطرف بتاع الخيط بندخله كده من جوه. ماشي. وبمسك الابرة بتاعتي وبسحب الطرف دوت بالشكل ده، وببدأ اعمله كده اهوت عادي خالص. ماشي. ملناش دعوة بالطرف التاني ده دلوقتي. تمام. بعد كده بشتغل كام بشتغل في 8 غرز حشو. ماشي. 8 غرز حشو. دي 1 2 ادي 3 ادي 4 5
5 ماشي، فاضل 3 كده، دي 6 دي 7 وادي 8 ماشي. زي ما انتوا شايفين اهوت الطرف ده كده هطلعه هعدله تاني ماشي. الطرف ده بقى كده انا هبدأ ايه يعني هبدأ اشده ماشي. الطرف دوت بشده كده، بصوا اهوت بشده عادي خالص. نشيل بس ده كده، دي اللي هي الدايرة بنسميها الدايرة السحرية ماشي. هي تبدأ تقفل كده على بعضها اهيت، بصوا اهي خلاص. قلت بغرزة منزلقة في اخر واحدة صح ماشي، في اخر غرزة حشو تمام. غرزة الحشو دي هي اللي انا هحط فيها العلامة بتاعتي ماشي. غرزة الحشو اللي انا قفلت فيها دي هي اللي انا هحط فيها العلامة بتاعتي اهو ماشي تمام كده. بعد كده هطلع بكام سلسلة؟ هطلع ب17 سلسلة، 1 2 3 انتوا شايفين اهمت ال17. بعد كده بصوا ادي السلسلة اهي كده ليها طرف امامي ماشي وطرف ايه خلفي. في بقى جزء من ورا هنا كده بصوا اللي هو الجزء ده اللي هو الجزء دوت ماشي. ده بقى اللي انا هشتغل عليه غرزة حشو. من تاني كده السلسلة بيبقى ليها كام طرف؟ بيبقى طرف من قدام وطرف يعني اهو ماشي اهوت اللي هي السبعات اللي هي من قدام دي، وفي بيبقى جزء ورا كده هنا ماشي. انا هشتغل على الجزء اللي ورا، يبقى انا هقلب الشغل الناحية التانية، هقلب الشغل على ظهرها اهي كده، وهشتغل في الاجزاء ديت ماشي، في الاجزاء دي كده تمام ماشي. فيلا بينا كده على طول هنعمل 17 غرزة ايه 17 غرزة حشو ماشي تمام. هنبدأ بس بأول واحدة. أول واحدة دي هتلاقيها صعبة شوية، بس بعد كده الموضوع هيبقى ايه بسيط خالص اهوت. أول واحدة اهي ماشي. بعد كده تاني واحدة اهي، تالت واحدة ماشي. رابع واحدة، بصوا انا كملت اهوت ال17 وعديتهم ولقيتهم ايه 17 مظبوطين. شايفين العلامة ديت؟ مش هشيلها خالص من مكانها، هقفل بس في المكان بتاعها بغرزة منزلقة ماشي، مش هشيلها. وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية كده اهوت ماشي عادي اهو كده تمام. بصوا بقى كده عندنا احنا هنا اللي هو الطرف الامامي دوت ماشي، والطرف الخلفي دوت، الطرف اللي هو اللي قدام ده ماشي اهو. بصوا الطرف اللي هو من قدام ده تمام اللي قدام ده، وفي الطرف اللي هو اللي ورا ده. احنا كل شغلنا بعد كده هيبقى على الطرف اللي هو من ورا دوت ماشي. هنبدأ نشتغل فيه غرزة حشو برضو بنفس الطريقة تمام ماشي. ناخد بالنا اللي احنا ما نشتغلش في غرزة المنزلقة اللي احنا عملناها، ونشتغل 17 غرزة حشو في الجزء او الطرف الخلفي مش الطرف الامامي، الطرف الخلفي من
من الايه، من السلسلة. تمام اهوت كده الطرف الخلفي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. في ناس كتير ممكن تاخد بالها كده تقولك خلاص هما دول ال17. انت لو جيتي عديتي دلوقتي بصي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 طب امال فين ال17 اهي. بصوا ال17 اهيت هي دي. طيب في اخر واحدة اللي هي ال17 دي مش هشتغل في الجزء الخلفي بس، مش هشتغل في الجزء ده يعني الخلفي بس، لا انا هشتغل فيها كلها. هدخل في غرزة الحشو بالكامل. ماشي هدخل فيها بالكامل. هي طبعا ضيقة شوية لان هي كانت اول غرزة خالص عملناها لو احنا فاكرين في السطر اللي قبل كده، فالاول غرزة دي دايما بتكون ضيقة شوية، فنحاول بس ندخل فيها. وطبعا الخيط بتاعي المزدوج ده بيخلي ايه، يخلي الشغل يعني اصعب شوية. بس اهوت احنا دخلنا فيها اوريدي اهوت، نسحب ونشتغل. بعد كده هنلف الشغل بنفس الطريقة وهنشتغل برضو في الجزء الخلفي اهو. في اول واحدة بشتغل في اول واحدة، بصوا ولا طلعت بسلاسل ولا اي حاجة، بشتغل في اول واحدة اهو تاني. ماشي اهو اشتغلت فيها اهو. تمام ما بنسيبش ولا واحدة، العدد عندنا ثابت 17. ماشي هشتغل برضو في ال17 بنفس الطريقة. اهم حاجة ما تنسيش اللي انتي بتشتغلي في الطرف اللي هو الخلفي. الطرف الخلفي دوت لما اشتغلنا فيه هو اللي عامل التدريج دوت، هو اللي مديكي التدريج بتاع الشكل دوت. ماشي مديكي الشكل الحلو ده. خلاص لو متلخبطة برضو زي ما قلتلك عدي. ماشي عدي من تاني اهو، من اول هنا اهي. بصي في هنا غرزة من التاني ما ننساش. في هنا واحدة اشتغلناها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طيب المرة دي بقى احنا هنشيل العلامة بتاعتنا وهنشتغل في نفس الفتحة بتاعة العلامة برضو غرزة منزلقة. ماشي بس مش هنشيل العلامة بقى ونرميها ولا حاجة، لا احنا هنشيل العلامة وهنحطها في غرزة الحشو اللي هي بعد كده. تمام هنحطها في غرزة الحشو اللي بعد كده. اظن كده الموضوع واضح. ماشي يعني ايه، احنا هنشتغل في كل واحدة من دول، في كل واحدة من غرز الحشو ال8 دول هنشتغل فيهم. تمام هنقلب بقى الشغل بتاعنا الناحية التانية وما ننساش اوعي تشتغلي في غرزة المنزلقة اللي انت عاملاها. ماشي تبدأي من اول واحدة في ال17 غرزة اللي تشتغلي فيها اهو بنفس الطريقة بنفس الاسلوب. ماشي هو تشتغلي في ال17 واحدة غرزة حشو في الجزء الخلفي من السلسلة. ماشي زي ما انتوا شايفين كده اهوت بنفس الطريقة. فاضل لنا بقى اللي هي الواحدة الأخيرة اللي هي بتبقى غرزة دي لجوه. بصوا اهي هي هنا اهي. ماشي اوعوا تنسوها. خلاص اللي هي بتبقى هنا دي اللي هي الغرزة ال17. ماشي بنشتغل فيها كلها طبعا، ما بنشتغلش ولا في الطرف الأمامي ولا في الطرف الخلفي، بنشتغل فيها كلها على بعض. ماشي هي بتبقى شديدة شوية زي ما قلتلكوا، دي بتبقى أول غرزة، فأول غرزة دايما هتلاقوها جامدة شوية. بنقلب الشغل الناحية التانية وبنشتغل على الطرف الخلفي. هبدأ بقى أنا أخلص الصف ده كده. ماشي بعد ما هشتغل على كل دوت هقفل فيه المكان بتاع العلامة دوت، هقفل فيه بغرزة منزلقة وبعد كده هرجع مرة تانية اشتغل عليهم غرزة حشو. ماشي تمام فهخلص انا السطرين الجايين دول وارجع لكم مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده بصوا انا كملت اهو السطر اهوت، وهقفل هنا بغرزة، هدخل هنا في نفس المكان اللي فيه العلامة. لا انا كده دخلت في مكان غلط ولا ايه؟ ثواني كده اهو، دخلت اهو في نفس المكان اللي فيه العلامة
وقفلت بغرزة منزلقة. بعد كده هرجع مرة تانية يعني بنفس الطريقة هي هرجع ايه اشتغل غرزة حشو على كل دوت. ماشي خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا عملت صف رايح وصف جاي. ماشي، وفي نفس المكان اللي بقى اللي فيه العلامة ديت هشيله بقى المرة دي، هشيل العلامة وهحطها فين؟ هحط العلامة في الغرزة اللي بعد كده. ماشي اهوت، وهشتغل في نفس المكان اللي كان فيه العلامة هشتغل فيه ايه؟ هشتغل فيه غرزة منزلقة. ماشي، هشتغل في نفس المكان اللي كان فيه العلامة. ماشي، ده المكان اهوت اللي كان فيه العلامة هشتغل فيه غرزة منزلقة. يبقى في كل واحدة من غرز الحشو اللي احنا بدأنا بيها المفروض بعمل فيها 2 منزلقة. ماشي، يعني عشان انا هكمل الباقي ده كله لحد ما اوصل للغرزة اللي هي التامنة، وبعد كده هرجع لكم مرة تانية. ماشي، يبقى برضو هنلف للشغل الناحية التانية بنفس الطريقة ونشتغل عليها غرزة حشو. ماشي، يبقى كل واحدة من اعرفوها كده، كل واحدة من غرز الحشو ال8 اللي احنا عملناهم في البداية المفروض هنشتغل فيهم 2 غرزة منزلقة. ماشي، 2 غرزة منزلقة. خلاص، هكمل الباقي وارجع لكم مرة تانية. بيكم رجعت لكم اهو مرة تانية بعد ما كملت العدد المطلوب، او يعني اشتغلت في كل الغرز اللي هي الحشو اللي انا كنت عاملاها في الدايرة السحرية اللي في البداية. انا كنت عاملة 8 فاشتغلت في كل واحدة بنفس الطريقة وبنفس التسلسل اللي احنا بدأنا بيه. ماشي، فكده ده الشكل بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين. فالمفروض ان احنا هيفضل معانا، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، وفضل معانا هنا زي كده ايه، زي سلسلة واحدة، والسلسلة ديت اوعوا تشتغلوا فيها لان ديت السلسلة اللي احنا بدأناها من البداية خالص. ماشي، اللي هي السلسلة اللي احنا طلعنا بيها، اللي هي اول حاجة خالص لما اشتغلنا مع بعض 17 سلسلة. خلاص ماشي، فمحدش يرجع يشتغل فيها ويتلخبط يعني ويرجع يشتغل مرة تانية فيها. هنعد كده مع بعض العدد برضو عشان انتوا بتكونوا عارفين كام سطر اشتغلناهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. يبقى احنا اشتغلنا كام واحدة؟ اشتغلنا 26 سطر. ماشي تمام. يعني لو انتوا حابين تشتغلوا بالطريقه دي تمام، لو حابين تشتغلوا بطريقه ان انتوا تخيطوها فبعض ما عنديش اي مشكله. بصوا بقى اهوت، احنا عندنا طرفين اهو، الجزء الامامي ده والجزء الخلفي. انا هشتغل بقى في الجزء الامامي دوت. ماشي، هشتغل انا هعمل فيه غرزه منزلقه. ماشي، يبقى هطلع من الاتنين دول كده مع بعض. تمام، بنفس الطريقه برضو في التاني هبدا ادخل في التانيه كده، وادخل في دي برضو كده. ماشي، وهطلع من الاتنين بغرزة منزلقة. ماشي، يبقى هطلع من الاتنين بغرزة منزلقة. تمام، برضو هشتغل في اللي بعدها اهو، وهشتغل في دي اهو، وهطلع من الاتنين بغرزة منزلقة. معلش بس الخيط فلت فهنعملها تاني اهوت. تمام، يبقى هنطلع من الاتنين بغرزة منزلقة زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقه دي. لو انت عايزه تخيطيها خيطيها مفيش اي مشكله، وبالعكس الخياطه مش هتبان. انا كنت عامله الورده اساسا بالخياطه، هوريها لكم مره تانية. بصوا الورده انا كنت مخيطاها اهو الجزء ده كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا، والخياطه مش باينه خالص والدنيا تمام، يعني انا مش شايفه اللي هي فيها اي حاجه اي مشكله. تمام ماشي اهوت. خلاص، كان شكلها كويس قوي، يعني الخياطه كويسه مش وحشه. بصوا وصلت اهو لحد اخر سلسلتين قصاد بعض، او اخر يعني غرزتين بحشو قصاد بعض. لو انتي ماشيه بانتظام هتلاقي يعني الدنيا منظمه معاكي، لانهم كده كده اللي على الصف ده 17 واللي هنا 17. ماشي، حاولي بقى ايه، بصوا نحاول بس يعني ندخل لجوه شويه عشان ايه نجيبها اهوت. ماشي،
وهي التانية. يعني ثواني بس كده اهوت، عشان ما يبقاش فيه الفراغ اللي هنا دوت. نبدأ ندخل هنا كده ونعمل غرزة حشو. بصوا كده المنظر العام بتاعها، ماشي اهيت. تمام. طبعا احنا لسه هنقص الخيط وكده وهننضف الدنيا ديت، بس يعني انا بوريكم بس المنظر بتاعها. ماشي اهو. وهبدأ بقى احشيها. بصوا انا ما عنديش فوم، فانا استخدمت خيوط قديمة كانت عندي، او بواقي يعني خيوط قديمة مثلا زي بواقي الخيوط اللي هي زي كده مثلا. بلاقي نفسي ايه بحطها كده من جوه، ماشي، وبستخدمها وبتبقى كويسة. يعني انا بستخدم ايه بواقي الخيوط، او بواقي يعني القصاصات بتاعة الخيوط يعني. ماشي، هي دي اللي انا بستخدمها. طبعا اكيد اللي عنده الفايبر فهيكون احسن طبعا بكتير. ماشي، بصوا المفروض الجزء دوت يتعمل زي ما انتوا عارفين طبعا بالخيط والابرة. فلو انتوا عندكم خيط يعني ابرة مناسبة للخيط دوت هيبقى تمام كل حاجة. لكن انا ما عنديش زي ما قلت لكم في الفيديو او في اللقطة اللي فاتت يعني. ماشي، قلت لكم انا ما عنديش ابرة مناسبة، فهضطر ان انا اعملها بإبرة الكروشيه. ماشي، لكن يعني هي هتكون ان شاء الله كويسة، لكن احسن حاجة ليها كانت اللي هتبقى الخياطة. والخياطة هتبقى على الشكل ده كده بالظبط، يعني ان انتي تخيطي، يعني ان انتي تشتغلي تخييط على الشكل دوت كده بحيث يطلع معاكي الشكل بالمنظر دوت. ماشي، زي ما انتوا شايفينه كده شكله ايه هيبقى لذيذ قوي. فانا هعمل ده كله بالكروشيه بغرزة منزلقة. ماشي، بس هعمله بقى على فتلة ايه رفيعة يعني. طبعا زي ما انتوا عارفين انا كنت شغالة على فتلتين الشغل ده، لكن انا هعمله بفتلة واحدة. تمام، فهبدأ الاول اوصل الخيط في اي طرف من الاطراف ديت كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ده بقى شكلها هوت النهائي. فلو انتوا حابين تعملوها زي ما انا عملتها اللي هو بالابره، ماشي، لو انتوا بابره الكروشيه عادي اعملوها بنفس الطريقه ديت عادي، هيطلع شكلها بالمنظر دوت. ماشي، تمام. فبصوا يعني شكلها كويس قوي، خلاص مش وحشه برضه. انا عايزه حابه اوريكم برضو شكل اللي هو متخيطه، انا بس حاطاه هنا استرس كده. ماشي، ولكن برضو ده شكلها كده وانا مخيطاها. فلو انتوا حابين الشكل دوت تمام، لو انتوا حابين الشكل ده تمام برضو مفيش اي مشكلة. خليني اقول لكم ان دوت هيبقى الجزء الاولاني من الفيديو، وان شاء الله في الجزء التاني هنتعلم ازاي نعمل الباقي دوت. ماشي، تمام. وان شاء الله نحاول نعمله بجودة احسن كمان من دوت. ماشي، استنوني بقى في الجزء اللي جاي من الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقة جديدة باذن الله من قناة كروشيه دودو.